شايفين يا أصدقائي الحصان اللي بالصورة فوق هو نفسه الحصان اللي بالصورة تحت، صدق أو لا تصدق. والقصة هون مش قصة إنه هذا الحصان جار عليه الزمن وعجز ومن هاي القصص، لا أبدا، بل بالعكس، كل ما في الأمر إنه الحصان تعب شوي، وصاحب الحصان كان واحد عربجي لا بفهم في الخيل ولا في غيره. فالمهم العربجي رماه بعد ما زهق من أكله. الحصان شافه مرمي بين الحياة والموت واحد بفهم في الخيل وعنده مزرعة لتربية الخيول. عالجه، نظفه ورباه. اتضح بعدين انه الحصان في عز شبابه، مش بس هيك، فصيلة نادرة، يعني سعره بيساوي أكثر من 300,000 دولار. ونسله يا سيدي إذا تزوج من فرسة أصيلة المهر ابنهم بيساوي أكثر من 100,000 دولار. الحكاية هون يا صديقي مش انت شو، الحكاية انت مع مين، ومع مين هاي بتشمل الكل، زوج، زوجة، عمل، أصحاب، معارف، جيران. وهل هدول الناس عارفين قيمتك ولا لا؟ الدرس المستفاد يا صديقي، خليك دايما مع اللي عارف قيمتك واللي بيقدر وجودك وبيحافظ عليك بعيونه وجوا قلبه. وتكون متأكد يا صديقي انك ما رح تنرمى في يوم من الايام زي ما هذا الحصان ما كان مرمي. ساعتها يا صديقي مش مضمون انه يلاقيك حدا بفهم بالبني ادمين. يسعد مساكم يا اصدقائي.